السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أجمل 7 عبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في العشر الأول من ذي الحجة. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك إن هذه الأيام بمثابة دعوة من الله عز وجل وصلت إليكم، وهي دعوة إلى الجنة. قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعوكم إلى الجنة سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى وجل جلاله هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. فالله سبحانه وتعالى قال: والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد لنا الخير، يريد لنا الجنة، يريد لنا الرحمة والمغفرة. ولذا قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى وجل جلاله. فربنا سبحانه وتعالى بلغكم هذه الأيام لأنه يحبكم، ووفقكم للطاعة لأنه يحبكم سبحانه وتعالى، وكل هذا يحتاج إلى شكر. يعني إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن أهل بدر: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فماذا فعل أهل بدر؟ هل قالوا خلاص بقى الحمد لله ربنا غفر لنا يبقى أدخلنا الجنة، نكتفي فقط بإيه؟ بالفرائض وننتهي بقى، يعني نريح نفسنا من النوافل؟ أبدا والله، بل اجتهدوا أكثر في النوافل، لأن سيد ولد آدم معلم البشرية صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ذلك. كان النبي يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له أمنا عائشة: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده ذنب لا متقدم ولا متأخر، ما عندوش ذنوب لأنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فكان يرد عليها ويقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربنا اداني المنحة دي، ما اشكرش ربنا؟ وهكذا هو ده الشعار: أفلا أكون عبدا شكورا. إن ربنا بلغنا هذه الأيام ووفقنا لطاعته، يبقى أفلا أكون عبدا شكورا، فنشكر ربنا سبحانه وتعالى. نجتهد في أي عمل صالح ونقلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عايز أقول لحضراتكم أجمل 7 عبادات كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من ذي الحجة. ومش معنى كلامي إن النبي كان بيفعل ذلك في العشر الأول من ذي الحجة ولا يفعل ذلك في غيرها من الأيام، أبدا. كان هذا هو يعني دأب النبي، وكانت حياة النبي كلها طاعة بفضل الله سبحانه وتعالى. ال7 حاجات التي كان يفعلها النبي في العشر الأول من ذي الحجة: رقم 1 صيام ال9 أيام. طالما مش بيحج يبقى إيه؟ في صيام 9 أيام، ودي سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم تستطع وإن لم تستطيعي إن أنتوا تصوموا 9 أيام، فعلى الأقل انتقوا بعض الأيام، بس على رأس تلك الأيام يوم عرفة، لأن بيتغفر بسبب صيام هذا اليوم ذنوب سنتين، سنة فاتت وسنة جاية، سبحان الله على فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم 1 صيام 9 أيام من أول شهر ذي الحجة. رقم 2 صلة الأرحام. يعني كان النبي، وكان مش بس في ال9 الأول أو في العشر الأول من ذي الحجة، ده كان دأب النبي في طوال حياته صلى الله عليه وسلم، لكن كان يزداد تأكيدا في هذه الأيام المباركة. صلة الرحم، صلوا أرحامكم ولو بالهاتف. ربنا يصل لنا الحمد لله معنا هواتف سواء في البيت أو محمولة، اتصل بعمك بخالك بولاد عمك بولاد خالك، اطمن على قرايبك واطمن على حبايبك، وصلوا أرحامكم. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، واللعن هو الطرد من الرحمة. ولذلك قطيعة الرحم من الكبائر التي يعاقب الإنسان عليها في الدنيا بل وفي الآخرة، سبحان الله. يبقى إذن صلة الأرحام. يبقى رقم 1 صيام ال9 أيام أو ما تيسر، لكن على الأقل لازم يوم عرفة، احرصوا على هذا اليوم. رقم 2 صلة الأرحام. رقم 3 الإكثار من الصدقات. فالنبي هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، فاسعوا إلى الصدقات وخصوصا صدقة السر. خلوا بينكم وبين ربنا عمل
في السر كده لا يعلم به أحد من البشر حتى أقرب الناس إليكم. كان أحد السلف يا حبايبي كان لما يجي مثلا عايز يصلي قيام الليل كان ينام بجوار زوجته، يقولوا افضل نايم كده لحد ما هي تطمئن ان انا نمت خلاص وهي كمان تنام، يقول يتسحب كده من جوار هذه الزوجه ويقوم ويتوضا ويقف في مكان لوحده ويصلي حتى قرب الفجر ثم ينام بجوارها مره اخرى وكانه ما استيقظ وما صلى. ولكن احيانا كان يعمل ايه بقى عشان يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن قام الاثنين فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى رقم 1 صيام 9 أيام من أول ذي الحجة. رقم 2 صلة الأرحام. رقم 3 كثرة الصدقات، كان النبي يكثر الصدقات في كل أيام العام وخصوصا في شهر رمضان وفي العشر الأول من ذي الحجة، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. رقم 4 قيام الليل. يا سلام، وسيدنا جبريل بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيام الليل، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. فالطب الحديث يثبت أن قيام الليل سبب في علاج أمراض كثيرة جدا بفضل الله، لكن احنا بنعمل ده تعبدا لله سبحانه وتعالى. رقم 5 الإكثار من الدعاء، لأن هذه أيام استجابة الدعاء، وخصوصا يوم عرفة ده أعظم يوم طلعت عليه الشمس في العام كله بفضل الله، وهو يوم إجابة الدعاء، فأكثروا من الدعاء. ويا حبذا لو كان الدعاء مش لينا وبس، لينا ولكل المسلمين في أرجاء الأرض، فعندكم ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 الإكثار من الأشياء التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من ذكر الله، وعلى وجه التحديد التكبير والتهليل. ولذلك جاء في الحديث في أواخر الحديث: فأكثروا فيهن في هذه الأيام من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أكثروا، كتروا من التسبيح سبحان الله، والتحميد الحمد لله، والتهليل اللي هو لا إله إلا الله، والتكبير اللي هو الله أكبر. تمام. رقم 7 حبايبي التي من الأشياء التي كان يفعلها النبي جبر الخواطر، جبر خواطر اليتامى والفقراء في هذه الأيام المباركة. داخلين على عيد، في فقراء مش لاقين ياكلوا، فلما نجبر بخاطر أسرة فقيرة بأن احنا نرسل لها طعام ما كلوهوش أصلا طول السنة، نرسل ملابس كده لأولادهم عشان يفرحوا في العيد زي ما كل أبناء المسلمين هيفرحوا في العيد، ده جبر الخواطر. ده يعني لا تتصوروا مدى الأجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت لما تدخل السعادة والسرور على قلب مسلم، فالله جل وعلا الذي يملك مقاليد السماوات والأرض يدخل على قلبك وعلى قلب زوجتك وأولادك وأحبابك السعادة في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا في هذه الأيام بنية الفوز بمحبة الله ورضوانه، وبنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبنية الفوز بالأجر والثواب، وبنية الفوز بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.